النودز بتاعتي دي بقى او الابلكيشن اللي انا بعمله ده، احنا اتفقنا ان هو الابلكيشن ده بيتكون من كذا نود بالمنظر ده، في مثلا نود مخصوصه بالانبوت ونود بالبروسيسنج ونود بالاوتبوت. طب انا الكلام ده كله هحطه فين؟ يعني هخليه موجود فين؟ هي المفروض دي كلها عباره عن سي بلس بلس وبايثون سكريبت، فالكلام ده هيبقى موجود فين؟ هنا يجي بقى الدور بتاع الباكجز. ايه هي الباكج؟ الباكج هي عباره عن دايركتوري او فولدر كده بيبقى موجود فيه كل الفايلز الخاصه ببرنامج بتاع الروس، تمام، او روس بروجرام معين. الباكج بنفس الشكل اللي احنا شايفينه ده هي باكج، هي حاجه محطوط فيها اجزاء تانية اصغر منها. الحاجات التانية الاصغر منها دي هي النودز بتاعتي، بلس شويه فايلز تانية زي configuration فايلز او لانش فايلز زي ما هنعرف بعد كده، شويه فايلز تانية كده بتساعدني ان انا امانج الابلكيشن بتاعي ده، ان هو نود مثلا بتاخد بارامتر معينه او محتاجه فاليو معينه اديها لها، حاجه كده متغيره مش ثابته، فبعملها في شكل بارامتر وبحطها في فايل تاني. فالكلام ده هنتعرض له بعدين يعني. بس زي ما كنا بنقول الباكج احنا بنستخدمها عشان اورجنايز برامج بتاعه الروس بتاعتنا، ان احنا كل روس بروجرام بيبقى موجود في باكج معين. فمثلا الاوبستكل افويدنس بروجكت اللي احنا كنا لسه بنتكلم عنه ده ممكن تبقى باكج اسمها obstacle avoidance، ويبقى جواها موجود كل النودز دي. وطبعا ممكن برضو نفس النودز دي اقسمها على كذا باكج، الموضوع برضو في الاخر بيرجع ليا. فبيبقى عندي مثلا في كنترول باكج، مثلا دي كنترول باكج هي اللي بتكنترول على الموتورز. عندي في سلام باكج مثلا، دي موجود جواها النودز المسؤوله ان هي تعمل سلام، نعمل بيلد للماب او للانفايرمنت، نبيلد ماب للانفايرمنت بتاعتنا. عندنا مثلا في ناف 2 باكج، دي باكج اوريدي دلوقتي موجوده في روس 2 دي، اللي موجود جواها مجموعه من النودز كده هي اللي بتعمل اللوكاليزيشن والنافيجيشن والسلام. ممكن يبقى في باكج اسمها اوبجكت ديتكشن مثلا، ان هي الباكج دي موجود فيها نودز بتعمل ديتكت لاوبجكت معين، وعلى اساس الداتا اللي طالعه من الباكج دي ممكن اخد ديسيجن. لو في اوبجكت مثلا ابدا اتعامل معاه، الروبوت انتراكت معاه، لو هو هيومن مثلا يبدا يتكلم معاه، على حسب طبعا التاسك. الموضوع في الاخر بيعتمد على التاسك. ممكن الاوبجكت ديتكشن ده يبقى بيديتكت مثلا ان هو لو شاف اوبجكت معين يدي الارم مثلا، او في مصنع مثلا وفي كاميرا محطوطه وسير، ولو شاف اوبجكت معين او اوبجكت بشكل معين حسب التريننج طبعا اللي معمول، ده بيبقى فيه موديل وبيبقى فيه ديتيلز كتير موجوده جوه، ياخد ديسيجن معين، يوقف السير مثلا، حاجه مش معدوله او حاجه واقعه، تمام، يوقف السير كله لحد ما يحصل الاكشن المناسب، وبعد كده يكمل الفانكشن بتاعته. فاحنا لما نيجي نبص للباكج دي بشكل عام، هي عباره عن دايركتوري او باكج بشكل حرفي، يعني هي باكج، تمام. الباكج دي محطوط جواها مجموعه من النودز، السي بلس بلس فايل والبايثون فايل والكونفيجريشن فايلز الخاصه بروس بروجكت معين. برضو كون ان الروس بروجرام بتاعك او النودز بتاعتك موجوده في شكل باكج، ده بيخلي ان انت سهل ان انت تشير الشغل بتاعك او الديفلوبمنتس بتاعتك، تمام، مع ديفلوبرز تانيين. ان انت الباكج اللي انت عملتها دي تقدر تبعتها او ترفعها مثلا على جيت هاب، ديفلوبر تاني ياخد الباكج دي ينزلها ويستخدمها، فالموضوع هيبقى اسهل كمان في شكل الشيرنج. يعني في روس 2 انا عندي تو تايبس اوف باكج، تمام، عندي نوعين من الباكجز، عندي سي بلس بلس باكجز وبايثون باكجز. وهنا يجي الاختلاف الاول ما بين روس 1 وروس 2. في روس 1 كان في، للي يعرف يعني، كان في تايب واحد بس من الباكج، تمام، ان انا اقدر اكرييت باكج وبتبقى هي اصلا بتبقى سي ميك باكجز، فيها حاجه اسمها سي ميك ليستس فايل، وحتى لو في بايثون سكريبت انا بحطه برده جوه الباكج دي. في روس 2 بقى في تو تايبس من الباكجز، بقى عندي السي ميك باكجز دي لسه موجوده اللي هي السي بلس بلس باكجز، تمام، وبقى عندي في بايثون باكجز. الباكجز دي بتبقى موجوده ازاي او اقدر اتعامل معاها ازاي؟ الباكجز دي في باكجز اوفيشال، زي ما كنا بنقول ان الباكجز دي هي اللي موجود جواها الروس بروجرامز. في باكج مثلا خاصه بالجازيبو اللي هو السيميليتور بتاع الروس، في باكج خاصه بالارفز اللي هو الروس فيجواليزر، الناف 2 زي ما كنا بنقول، تي اف 2 دي خاصه بالترانسفورميشن. ففي شويه اوفيشال باكجز كده دي معمول لها ديفلوبمنت او اوفيشال ديفلوبمنت، سواء من الروس كوميونتي واتاخدت اتحطت از اوفيشال، مثلا جامعه معينه او شركه معينه عملت ديفلوبمنت الباكجز دي، وشركه اوبن روبوتكس خدتها خلتها اوفيشال، فانت تقدر تعمل لها انستول او بيتعمل لها ساعات انستول كمان باي ديفولت وانت بتنزل الروس سيستم. وفي باكجز اللي انت بقى بتعمل عليها ديفلوبمنت عشان انت تبني الروس بروجرام الخاص بيك انت. الباكجز اللي معمول لها انستوليشن باي ديفولت او تقدر تنزلها بامر اسمه سودو ابت انستول، ان انت تنزلها از باينري باكجز، يعني دي بنسميها اندرلاي، لان دي بتبقى موجوده في الروس سيستم وانت بتعمل له انستول، او حتى تقدر تنزلها بشكل اوفيشال على الروس سيستم، سواء زي الجازيبو او الارفز او الناف 2. كل دي
تمام اندرلاي باكجز. في بقى الاوفرلاي باكجز، دي الباكجز اللي انت بتعملها بنفسك او بتاخدها مثلا باكجز ديفلوبر تاني عامل لها شير على جيت هاب، فانت بتنزل الباكج دي بتعمل لها كلون تمام وتبدا تحطها في الورك سبيس بتاعتك وتعمل لها بيلد فروم سورس. في جزء ما وضحناش اللي هو باكجز دي موجوده في حاجه اسمها ورك سبيس. ايه هي الورك سبيس؟ الورك سبيس هو المكان اللي انت بتحط فيه كل الباكجز بتاعتك، هو من اسمه يعني هو المكان اللي بتشتغل فيه، اللي انت كديفلوبر بتقدر تشتغل فيه، بتحط فيه الباكجز بتاعتك تمام وتقدر تعمل لها بيلد بحيث ان انت تطلع اكسكيوتابل فايلز لو هي مثلا سي بلس بلس فايلز او حتى لو بايثون فايلز. فهي الباكج دي بتبقى موجوده جوه الورك سبيس، وانت باستخدام كوماندز معينه تمام بتقدر تعمل بيلد للباكج دي وتقدر تبدا تستخدمها في الروس سيستم بتاعك. الباكجز الموجوده في الورك سبيس دي بنسميها اوفرلاي باكجز. الباكجز اللي نازله مع الروس سيستم باي ديفولت دي بتبقى اندرلاي. الباكجز اللي انت بتعمل لها ديفلوبمنت بتعملها بنفسك او حتى بتعمل لها كلون او بتنزلها وبتعمل لها بيلد جوه ورك سبيس تمام، دي بيبقى اسمها اوفرلاي باكج. زي مثلا ان انت عامل باكج خاصه بالاسلام فهي بتعتمد مثلا على اسلام باكج موجوده هنا مثلا اسلام تول بوكس او اي باكج تانية تمام بتعتمد عليها، وانت حاطط شويه لانش فايلز مثلا بتعتمد على الاندرلاي باكجز، فدي انت بتعملها في الورك سبيس بتاعتك. او الروبوت ديسكريبشن ده بيبقى خاص باليو ار دي اف او الاس دي اف فايل اللي هو الموديل بتاع الروبوت بتاعك في الروس سيستم. او حتى روبوت نافيجيشن دي برضو بيبقى فيها الكونفيجريشن فايلز واللانش فايلز اللي بتقدر تستخدم بيها الناف 2 باكج اللي هي الاندرلاي باكج دي. حاجه مهمه ان لو انت مثلا عملت اوفرلاي باكج بنفس اسم الاندرلاي باكج فهي بتوفر رايت عليها. يعني ايه؟ يعني لو انا جيت عملت باكج هنا سميتها مثلا ناف 2 تمام بنفس الاسم اللي موجود في الاندرلاي في الانستوليشن بتاع الروس على السيستم بتاعك، فالباكج اللي موجوده في الورك سبيس دي هتوفر رايت، يعني لما تيجي تشغل هتشتغل هي تمام، هتوفر رايت على الباكج اللي موجوده في الاندرلاي ايا كان بقى اسم الباكج. مثلا في باكج في الاندرلاي اسمها روس 2 كنترول تمام، لو انت عملت باكج هنا سميتها في الاوفرلاي في الورك سبيس بتاعتك اسمها روس 2 كنترول فدي هتوفر رايت عليها، لما تيجي تشغل لانش فايل هيشتغل من الباكج اللي انت عاملها